اهلا بيكم في وصفه جديده من قناه اكلات ومخبوزات. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل تعابين البحر، بس انا جايبه اللي هو حجمه كبير شويه. هنعمله بطريقه مختلفه وهنقدمه كمان مع مكرونه مش مع رز، وهنشوف الطريقه سهله واتمنى تعجبكم. يلا نبدا. جايبه معايا سمكة تعبان البحر، بس الراجل نضفهولي زي ما انتوا شايفين لانه بيتسلخ وانا معرفش اسلخه. انا جايبه اللي حجمه كبير شبه سمك القراميط بالظبط. شايفين؟ انا جايبه اللي هو حجمه كبير مش الرفيع قوي. الراجل منضفه وسلخه زي ما احنا شايفين. التتبيله معايا خل، معايا كزبره ناشفه ومطحونه، معايا حبه بهارات سمك وكمون وعصير ليمون وملح وتوم مجروش. وهنبدأ ونشوف الخطوة اللي بعد كده. في بولة هضيف كل المكونات اللي قلناها مع بعض، ملح وكمون والكزبرة وبهارات السمك، وكمان معلقة صغيرة خل ومعلقة كبيرة عصير ليمون، وهضيف التوم واقلبه كله مع بعض. وبعد كده اضيف عليه السمك او سمكة التعبان بعد ما نضفناها كويس ونقعناها في ملح، شطفناها ونضيفها على المكونات اللي قلنا عليها، وابتدي اقلبهم كويس قوي وهسيبهم لمدة ساعة منقوعين. بعد ما سبت السمك يتنقع ساعة في التتبيلة، في طاسة على النار هضيف فيها معلقة زيت كبيرة، معلقة واحدة، انا مش عايزة زيت غزير، هي معلقة زيت تكون كبيرة في طاسة على النار، وابتدي ادي السمك صدمة. انا مش عايزة اقليه القلي العادي بتاعنا، علشان انا هضيفه في طاجن، هعمله في طاجن اكمله سوا. ابتدي اوزع الزيت في الطاسة بالطريقة دي. انا اول مرة كنت اجرب سمك التعابين في البيت، انا اكلتها بره واكلتها مع مكرونة، فلما عجبتنا وعجبت الولاد قوي قلنا لازم نجربها. هو طعمه مميز جدا، هو شبه سمك القراميط بس طعمه مختلف جدا. لو جربتوها بنفس الطريقة وقدمتوها مع المكرونة بجد هتكون حاجة مختلفة وهتعجبكم اكيد. انا خلاص كده اديت السمك صدمة، زي ما قلت مش عايزة اقلي السمك يستوي قوي عشان لسه هنكمله كمان سوا. في نفس الطاسة هضيف فيها بصلتين متقطعين على البهارات، ما شلتش مكان ما انا قليت التوم وكل حاجة، هقلبه دقيقتين بالظبط. وبعد كده اضيف ثمرتين بطاطس، او كمية البطاطس دي حسب رغبتنا، هنعمل كمية كبيرة نكتر، نعمل كمية قليلة نعمل على القد. انا عاملة سمكة واحدة علشان كده عاملة وحدتين بطاطس بس مش مكترة. بعد ما اديتهم تقليبة في حدود 5 دقايق ولونهم غير بالطريقة دي، هو ما استواش، هو تقريبا كده نص سوا، ضفتهم في الطاجن، سواء طاجن فخار او البايركس المتاح بالنسبة لنا. هرص عليه السمك من فوق. احنا قلنا السمك ما استواش كويس ولا البطاطس، احنا قلبناهم بس تقلبتين كده. البطاطس بالبصل 5 دقايق بالظبط تشويحة على البوتاجاز مكان السمك. وبعد ما ضفتهم في البايركس ضفت عليهم السمك، وهضيف كوباية عصير طماطم زي ما احنا شايفين، هي كوباية عصير طماطم واحدة، ومكان ما احنا حمرنا في الطاسة نص كوباية مية واضيفهم عليها. بعد كده هغطيه واروح على الفرن البوتاجاز. وبعد نص ساعة طلع معانا احلى سمك، بجد كان طعمه حلو جدا. في الوقت ده انا كنت مجهزة
معايا المكرونه سلقاها، يعني اثناء ما السمك بيستوي على فرن البوتاجاز انا كنت بسلق المكرونه، ومستوي حلو جدا ما تهرش معانا، لان الصدمه اللي انا اديتها له خليت السمك يمسك في بعضه ما يتهريش. لو انا ضفت السمك ني هيبقى طعمه زفر وفي نفس الوقت هيبقى مهري، لكن كده بيبقى متماسك وشكله حلو قوي. هبتدي اقدمه مع مكرونه. طبعا الصلصه دي هي اللي اقلبها بالمكرونه وهتبقى طعمها حلو جدا. جربوا الوصفه واتمنى انها تعجبكم. ما تنسوش تقولوا لي رايكم في كومنت كده وتقولوا لي اذا كانت عجبتكم ولا لا. اتمنى وصفه النهارده تكون خفيفه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.